بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان السويس الباسلة رمز الصمود. تحتفل السويس يوم 24/10 من كل سنة بعيدها القومي، وسبب اختيار اليوم ده هو البطولات اللي قام بيها أهالي السويس في التصدي للعدو الصهيوني اللي حاول احتلال المدينة، فسطرت المقاومة ملحمة كتاب التاريخ. تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. البداية كانت لما تمكنت القوات المصرية باقتدار من اقتحام القناة واكتساح خط بارليف وإنشاء رؤوس كباري شرق القناة، وتحولت للدفاع والتمسك بإصرار بكل ما حققته من نجاح. وبعد صدمة المفاجأة أبدت القوات والقيادة الإسرائيلية قدرا كبيرا من التماسك، وسرعان ما استعادت توازنها بعد أن استوعبت دروس الهزيمة المروعة التي لحقت بها والعار اللي ضربها في مقتل، وبدأت تعمل بكل قواها لإعادة القوات المصرية مرة تانية لغرب القناة، أي تدمير رؤوس الكباري واستعادة حصون خط بارليف والوقوف مرة أخرى على الضفة الشرقية للقناة، وتكبيد المصريين قدرا هائلا من الخسائر المادية والبشرية، وتلقينهم درسا قاسيا يحول بينهم وبين التفكير مرة تانية في العودة إلى ميادين القتال. وبدأت الهجمات المضادة الإسرائيلية تأخذ شكل جديد، يعني أصبحت أكثر قوة وأكثر إصرارا واندفاعا، وصمدت القوات المصرية وتمكنت من صد الهجمات المضادة ودفعت ثمنا، ولكن كانت الخسائر البشرية الإسرائيلية أكثر فداحة، بالإضافة إلى الخسائر في الأسلحة والمعدات. وفي الوقت نفسه كانت القيادة الإسرائيلية تناقش خطة الاندفاع شرقا من ثغرة الضفر سوار، أي من نقطة الفصل بين الجيشين الثاني والثالث للوصول إلى غرب القناة. وكان إريل شارون أكثر القادة إلحاحا وثقة بالنجاح، وأقرت القيادة الإسرائيلية الخطة وأسندت إلى شارون قيادة قوات هذا الهجوم المضاد الواسع النطاق. وكانت مهمة القوات دي بعد الوصول لمنطقة غرب القناة إنشاء رأس كوبري والانتشار على شكل مروحة باتجاه الشمال والاستيلاء على الإسماعيلية، ثم التقدم باتجاه الأنطرة لفرض الحصار على الجيش الثاني الميداني، وباتجاه الجنوب والاستيلاء على مدينة السويس وبور توفيق والأدبية لفرض الحصار على الجيش الثالث الميداني. وبوجود القوات دي في ظهر الجيشين تسهل مهمة القوات التي ستضغط من اتجاه الشرق من أجل كسر إرادة القوات المدافعة وضرب معنوياتها في مقتل بالهجوم عليها من الشرق وقصفها من الغرب وإغلاق طريق الانسحاب باتجاه الغرب لو فكرت في ترك مواقعها. ولما وصلت القوات الإسرائيلية غربا قدرت تدمر عدد من مواقع صواريخ الدفاع الجوي، وبكده فتحت ثغرة في حائط الصواريخ سمحت للقوات الجوية الإسرائيلية بالعمل ضد القوات المصرية. وبعد أن فشلت القوات الإسرائيلية في اقتحام مدينة الإسماعيلية استدارت باتجاه الجنوب للاستيلاء على السويس، متصورة أن خطة حصار الجيش الثالث قابلة للنجاح بثمن أقل من الثمن اللي دفعته وهي في الطريق إلى الإسماعيلية. غيرت طريقها باتجاه السويس، وكانت القيادة الإسرائيلية عندها علم أن الفرقتين المدرعتين، الفرقة الرابعة والفرقة 21 الاحتياطي الاستراتيجي للقيادة العامة المصرية، الاثنين اتحركوا لشرق القناة للاشتراك في تطوير الهجوم. وما فضلش من الفرقة الرابعة المدرعة غير لواء مدرع يقوده اللواء عبد العزيز قابيل قائد الفرقة، وإن اللواء ده هو اللي هيتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن المنطقة الممتدة من وصلة أبو سلطان شمالا حتى طريق السويس القاهرة جنوبا. وإن الفرقة الستة المشاة الميكانيكية اتبعترت منذ بداية المعركة، ولم يبقى من الفرق المتماسكة غير الفرقة 23 المشاة الميكانيكية وقوات أخرى محدودة. وبسرعة وصلت القوات الإسرائيلية لمشارف مدينة السويس ليلة 22-23 أكتوبر، يعني وصلت بعد موعد وقف إطلاق النار الصادر من مجلس الأمن، وحاطت مدينة السويس من طريق السويس القاهرة الصحراوي وطريق المعاهدة اللي يصل إلى الإسماعيلية وطريق الزيتية والطريق
المؤدي إلى الجناين. وتمكنت القوات دي من الاستيلاء على مدينة الأدبية، واحتلت منطقة مصانع تكرير البترول اللي في الزيتية، ووصلت طائرة هليكوبتر فيها جولدا مائير رئيسة الوزراء وموشا ديان وزير الدفاع وديفيد اليعازر رئيس الأركان إلى المنطقة المحيطة بالسويس، وهبطت في الزيتية. وكانت قبل الهبوط طافت فوق المنطقة لاستكشاف أوضاع وانتشار القوات المصرية ومدى تقدم القوات الإسرائيلية. وبعد أن وطأت أقدام المسؤولين الإسرائيليين الكبار أرض منطقة الهبوط بعد تأمينها تماما، بدأت كاميرات المصورين تدور وتلتقط الأفلام التلفزيونية وآلاف الصور، ودارت عجلة الإعلام الإسرائيلي للإعلان عن سقوط مدينة السويس في إيد القوات الإسرائيلية. كان الإعلام جانب من الحقيقة والواقع، فها هم المسؤولين الإسرائيليين الكبار يقفون بالزيتية، ولكن الزيتية ليست السويس، فالسويس كانت خالية تماما من الوجود الإسرائيلي. وكان في لهفة إسرائيلية على إعلان سقوط السويس، وسر لهفة إسرائيل على هذا الإعلان يرجع إلى قرار وقف إطلاق النار وبدء موعد سريانه. فإسرائيل حبت توضح للعالم إنها استولت على المدينة اللي بتمثل هدف استراتيجي، كمان تعني استكمال حصار وتطويق الجيش الثالث، وبما يساعد على إقامة نوع من التوازن الاستراتيجي اللي افتقدته بعد نجاح الهجوم المصري. ومن ناحية تانية كانت عاوزة تأكد قدرتها مش على نجاح هجومها المضاد ووصولها إلى غرب القناة وإنشاء راس كوبري بس، لا، ولكن على حصار جيش ميداني مصري من الجيشين الميدانيين اللي هو الجيش الثالث، وإن في قدرتها تدمير قوات الجيش ده بعد ما طوقته من الشرق والغرب وقطعت كل طرق الإمداد عنه. وكانت الرسالة كمان عايزة توصل للعالم إنها أنجزت الهدف ده دون خرق كبير لقرار وقف إطلاق النار. وكان في تصور القيادة الإسرائيلية وهي تعلن عن سقوط السويس إن إنجاز هذا الهدف قرب جدا، وفي أصبح في متناول يد قواتها، وإن سقوط السويس هيحصل بكل تأكيد، وأصبح الموضوع مجرد مسألة وقت. فليه ما نعلنش بدري عن سقوط المدينة قبل الهنا بسنة لخداع العالم ومجلس الأمن؟ ولكن ما تصورته القيادة الإسرائيلية في متناول اليد لم يكن سوى الثمرة المحرمة. وسوف تظل أيام السويس الأربعة المجيدة من أروع فصول معركة أكتوبر، فخلالها صمدت المدينة وصدت محاولات اقتحامها، وعلى مشارف المدينة ومن حولها فقدت إسرائيل 33 دبابة و80 قتيلا دون أن تتمكن من دخول مدينة السويس. ولما بدأت طلائع قوات العدو تقترب من طريق المعاهدة في اتجاه المدينة، كانت الخطة التي تم وضعها بسيطة وواضحة بساطة الرجال اللي نفذوها، وهي منع العدو دخول المدينة وبأي ثمن. وهي نفس الرسالة اللي أرسلها الرئيس السادات للمقاتلين بالمدينة: لا استسلام والقتال لآخر رجل. وقد شارك الجميع في القتال، قاتل المدنيين وقاتلت المقاومة الشعبية ورجال منظمة سينا اللي دربتهم وسلحتهم المخابرات الحربية، وقاتل رجال الشرطة بالمدينة. أما العبء الأكبر في القتال فكان على كاهل القوات المسلحة، خصوصا قوات الفرقة 19 مشاة، واللي كانت تؤمن مساحة كبيرة من راس كوبري الجيش الثالث شرق القناة. وكان واضح امام قيادة الجيش الثالث والفرقة 19 ان الهدف هو حصار الجيش واستكمال تطويقه باحتلال السويس اللي كانت في ظهر الفرقة 19. فقرر العميد يوسف عفيفي قائد الفرقة بمبادرة شخصية من سيادته دفع بعض الوحدات الى غرب القناة، واعاد توزيع قواته استعدادا لملاقاة العدو. وقامت بعض هذه الوحدات باحتلال الساتر الترابي على ضفتي القناة واسلحتهم في اتجاه العدو المتقدم باتجاه السويس، وتم تلغيم الفتحات الشاطئية في الساتر الترابي. كمان تم دفع مجموعات استطلاع ليلة 22-23 أكتوبر لمنطقة معسكر حبيب الله على الضفة الغربية للقناة لإبلاغ قيادة الفرقة بنشاط العدو في المنطقة. وقد نجح العدو في اقتحام مركز القيادة المتقدم للجيش الثالث الموجود شمال غرب السويس بالدبابات يوم 23 أكتوبر، ونجا كل من قائد الجيش ومساعده ورئيس شعبة العمليات وقائد الفرقة الستة المشاة الميكانيكية
بالرغم من الخسائر الجسيمة اللي لحقت بالأفراد الموجودين، فمرت الدبابات من جنبهم على مسافة أمتار قليلة منهم من غير ما تكتشفهم بسبب الظلام. بعدها تقرر الانتقال إلى مركز قيادة الجيش الرئيسي الموجودة في جبل عبيد. قبل الحديث عن تفاصيل اليوم العظيم ده لازم أقول لكم إن معظم سكان مدينة السويس قد تم تهجيرهم إلى خارج المحافظة منذ أن بدأت معارك حرب الاستنزاف عام 68، وعشان كده ما كانش في حد داخل المدينة عند بداية حرب أكتوبر 73 غير عدد قليل جدا لا يتجاوز 5000 فرد، كان معظمهم من الجهاز الحكومي ورجال الشرطة والدفاع المدني وموظفي وعمال شركات البترول والسماد بالزيتية. وجي يوم 23 أكتوبر ليحمل فيه طياته إلى السويس أسوأ النظر، فقد قامت الطائرات الإسرائيلية ظهر اليوم ده بغارات وحشية على شركة النصر الأسمدة، مما أشعل الحرائق في كتير من أقسامها، وأصاب القصف الجوي أيضا مبنى الثلاجة الرئيسية على طريق عتاقة. ولم تكتفي القوات الإسرائيلية بالحصار البري اللي فرضته على السويس بقطع كل الطرق المؤدية ليها، ولا بالحصار البحري بقطع الطريق المائي المؤدي إلى الخليج والبحر الأحمر، بل قصدت توجيه أقصى أساليب الحرب النفسية ضد سكانها وبغير شفقة ولا رحمة، بقصد ترويعهم والضغط على أعصابهم عشان يستسلموا. وعشان كده قامت بقطع ترعة السويس المتفرعة من ترعة الإسماعيلية واللي بتغذي المدينة بالمية الحلوة. كمان دمرت شبكة الضغط العالي اللي بتحمل التيار الكهربائي من القاهرة إلى السويس، وقطعت بعد كده أسلاك التليفونات اللي تربط المدينة بالعالم الخارجي. وكانت القادة الإسرائيلية على يقين بأن أهل السويس هيقابلوا دباباتهم ومدرعاتهم بالأعلام البيضاء أول ما تظهر في الشوارع، بعد أن أصبحوا في هذه الظروف المعيشية التي لا يمكن لبشر أن يتحملها، فلا مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا معدات طبية أو أدوية للمرضى والمصابين ولا اتصالات تليفونية مع الخارج. وغير ده كله ركزت المدفعية قصفها العنيف على أحيائها السكنية، وانطلقت طائرات تملأ سماء مدينة السويس لتصب على مرافقها ومنشآتها الحيوية، وبلا من صواريخها لتشعل في المدينة النار والدمار، وليخر تحت قصفها المدمر مئات من الشهداء وآلاف من الجرحى، حتى ضاق المستشفى العام بالجرحى، اتملى على الآخر. المصابين وكترتهم بيتحطوا على الأرض في طرقات المستشفى، يعني السراير كلها اتملت. وكان الهدف من الحرب النفسية الشرسة ده هو إقناع الجميع في السويس بأنه لا جدوى من المقاومة، وأن الحل الوحيد للخلاص من كل متاعبهم هو الاستسلام للغزاة. وفي مساء يوم 23 أكتوبر وبعد حصار المدينة، كلف العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنوب القناة بعض شباب منظمة سينا بواجبات دفاعية، وزودهم ببعض البنادق والرشاشات ووزعهم في أماكن مختلفة داخل المدينة، بعد أن أبقى بعضهم كاحتياطي في يده تحسبا للطوارئ. وكانت هناك مجموعة من الأبطال اللي بينتموا لمنظمة سينا ولم يهدأ لهم بال ولم يغمض لهم جفن طول ليلة 23-24 أكتوبر، فقد خططوا لعمل عدة كمائن على مدخل السويس لملاقاة العدو واستقباله. ولما أدرك العميد أركان حرب يوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة الخطر اللي باتت تتعرض له السويس، قرر بمبادرة شخصية منه ضرورة الدفاع عن المدينة اللي ارتبطت بها فرقته بأوثق الروابط منذ سنوات طويلة حتى لا تسقط في يد العدو. ففي يوم 23 أكتوبر أرسل قائد الفرقة سرية مقذوفات موجهة ضد الدبابات بقيادة المقدم حسام عمارة لصد العدو، وكمان أرسل قائد الفرقة إلى السويس صباح يوم المعركة طاقم اقتناص دبابات بقيادة الملازم أول عبد الرحيم السيد من اللواء السابع مشاة، بعد تزويدهم بقواذف RPG وقنابل يدوية مضادة للدبابات. لم تنم المدينة الباسلة، وفضل جميع أبنائها سهرانين طول الليل في انتظار وصول الأعداء. ولما نادى المؤذن لصلاة فجر يوم 24 اكتظت المساجد بالناس، وفي مسجد الشهداء اللي هو جنب المحافظة أم المصلين الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية. وبعد الصلاة ألقى المحافظ بدوي الخولي كلمة قصيرة أوضح فيها للناس إن العدو يستعد لدخول السويس، وطالبهم بهدوء الأعصاب وأي يساهم كل فرد بما يستطيع، واختتم كلمته بالهتاف الله أكبر، وارتفع الدعاء من أعماق القلوب إلى السماء. وبداية من الساعة
الساعة 6 صباحا بدأت الطائرات الإسرائيلية في قصف أحياء السويس لمدة 3 ساعات متواصلة في موجات متلاحقة وبشدة لم يسبق لها مثيل. وكان الغرض هو تحطيم أي مراكز مقاومة داخل المدينة والقضاء على أي تصميم على القتال لدى أهل السويس. ورغم أن أهل السويس كانوا صائمين في اليوم ده من شهر رمضان المبارك، فإن أحدا لم يشعر بالجوع أو العطش ولم يهتم بتناول أي أكل أو شرب إلا النذر اليسير. فقد كانت المعركة ضد الأعداء هي محور اهتمام جميع المواطنين. ولما سرت في المدينة أنباء النصر، خرج أهل السويس جميعا إلى الشوارع يهللون ويكبرون ويشهدون في فخر واعتزاز مدرعات العدو المحطمة التي تناثرت على طول شارع ال40، وكان عددها حوالي 15 دبابة وعربية مدرعة نصف جنزير. وخشية أن يفكر الإسرائيليين في سحبها، قام محمود عواد من أبطال المقاومة الشعبية بدلق كميات من البنزين عليها باع عند منتصف الليل وأشعل النار فيها، ولع فيها وهي في مكانها. وقد قام المحافظ بدوي الخولي بالاتصال ظهر يوم 24 أكتوبر بعد انتهاء معركة ميدان ال40 بالرائد شرطة محمد رفعت شتا قائد الوحدة اللاسلكية، وطلب منه إبلاغ القاهرة بأنباء المعركة وبتحطيم 13 دبابة وعربية مجنزرة للعدو. وعلى أثر إرسال الوحدة اللاسلكية هذه الأنباء إلى القاهرة، صدر البيان العسكري رقم 59 في الساعة 4 مساء يوم 24 أكتوبر اللي تضمن أنباء معركة السويس. وفي النهاية أتمنى الرسالة تكون وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.